هلا والله، ويلكم بيك. انا هنا عشان معليك وهو امتحانك بقى في ايديك. حبيبي طالب تاني اعدادي اللي عنده عملي ان شاء الله، عايزك تركز كده معايا وتعالى الم لك العملي كله في وقت فيديو. بص يعني مفيش اصل. تعالى بص معايا يا سيدي. السؤال الاولاني والمنظر والرسمه الاولانيه دي لو جات لك في الامتحان بامر الله تبقى عارف هنا ان هيذوب هيدروكسيد الصوديوم في التجربه، وبنلاحظ ان هنا بيحصل ارتفاع لدرجه حراره الماء، وبنقدر نستنتج من التجربة دي إن الذوبان بيكون ماله طارد للحرارة. طب الرسمة بتاعت بقى الليمونتين والخرسين والنحاس اللي احنا متعودين عليها وعارفينها دي عشان نعمل إضاءة لللمبة، ودي بتتحول الطاقة الكيميائية المختزنة في عصير الليمون إلى طاقة كهربائية بما يحقق قانون بقاء الطاقة. ركز فيها قوي. طيب دي يا باشا طبعا يقول لك هنا هتنطفئ الشمعة بعد عدة دقائق بسبب استهلاك الأكسجين، وبنستنتج من التجربة إن الأكسجين عنصر أساسي في عملية الاحتراق. أما التجربة دي يا قلبي هنلاحظ فيها إن بتحدث عملية اختزال لأكسيد النحاس، وبيتكون من التفاعل النحاس ذو اللون البني المحمر. طب عظيم أوي الكلام ده يا مستر. طب بص كده بقى في الرسمة دي لما تجيلك بأمر الله بتبقى عارف إن هنا هنلاحظ إن الكرة تظل متحركة ما لم تؤثر عليها قوى خارجية. تعرف هذه الخاصية بالقصور الذاتي. الخاصية دي يا ولاد بنعرفها وبنقول عليها القصور الذاتي. طب هنا يا باشا نلاحظ اندفاع البالون في الاتجاه المضاد لاندفاع الهواء، والتجربة دي عشان نثبت بيها قانون نيوتن الثالث. لما يجيب لك بالونة بص نفرقعها من هنا اهي، هتلاحظ انها اتجهت في الاتجاه مين؟ المضاد. مقص يا باشا تعرف ان ده رفعة من النوع الاول، وهي الفايدة منها يا قلبي تغير الاتجاه وبعضها يوفر للجهد. وبعضها ايه يا قلبي؟ يوفر للجهد. طب هنا قال لك الرفعة دي رفعة من النوع الثالث، وهي الفايدة منها تستخدم في الأعمال الدقيقة والخطرة. بتستخدمها في الأعمال الدقيقة والأعمال الخطرة. طب عظيم قوي. لما اجيب لك هنا حبة الخلايا دول واقول لك الخلايا دي ايه، تعرف ان دي خلايا جسدية وبتحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات. طب المنظر ده يا ولاد دي زهرة نموذجية، ودي بتمثلك الزهرة الخنثى لأنها بتحتوي على إيه؟ أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث معا. تمام كده؟ ويشير الرمز بي إلى التويج. الرمز بي ده يا ولاد بيشير إلى التويج. بيشير إلى مين يا قلبي؟ التويج. طيب عظيم أوي. ركز معايا كده في الرسمة اللي جاية دي. مش خنثى، سوري، مش زهرة خنثى. طيب نستنتج من التجربة أن الهواء الجوي له وزن في دي، ويستدل على ذلك من اختلال توازن الرفعة، لأن الرفعة هنا هيختل التوازن بتاعها يا ولاد، فنعرف إن الهواء الجوي ليه وزن عندي. طب في التجربة دي نستنتج منها إن الهواء الجوي ليه ضغط، وبيستدل على ذلك من سقوط البيضة فين؟ في الزجاجة. طيب تعال ناخد المنظر تاني بس بشكل أكبر شوية في عملية أو نشاط بيوضح قانون بقاء الطاقة. هقول لك هنا هنروح نجيب 2 ثمرة ليمون اهوت، ونجيب ساق من النحاس اللي هو السي يو، وساق من الخرسين اللي هو الزد ان، وأسلاك توصيل ولمبة ليد صغيرة أهي. الخطوات بتاعتي إيه؟ قال لك اغرس ساق النحاس وساق الخرسين في كل ثمرة ليمون أهو. ساق النحاس وساق الخرسين في ثمرة ليمون، ساق نحاس وساق الخرسين في ثمرة ليمون. وبعدين سل ساق الخرسين في الثمرة الأولى بساق النحاس في الثمرة التانية بسلك توصيل أهو. خرسين والنحاس ووصلتهم باللمبة. وصل كل من ساقي النحاس والخرسين باللمبة الليد. يبقى 1 خرسين في الليمون أهو، 1 نحاس في الليمون أهو، 1 خرسين في اللمبة، 1 نحاس في اللمبة. هتلاحظ إيه؟ قال لي والله بكل بساطة هلاحظ تضيء لمبة الليد مما يدل على تدفق تيار كهربي خلال الدائرة. وبنقدر نستنتج إن بتتحول الطاقة الكيميائية في الليمون إلى طاقة كهربية بما يحقق قانون بقاء الطاقة. طب لما نيجي نتعرف على الزهرة دي هنعرف إنها زهرة نموذجية، وهنا نعرف الميزان الزنبركي، ودي اسمها ظاهرة العبور. تاخد بالك مادام عندك هنا اللون الأزرق اهوت وادي اللون الأحمر، يعني حصل إيه؟ تبادل، ده راح هنا وده راح هنا، يبقى دي ظاهرة العبور. طب دي اسمها نورات مشطية. نورات إيه يا ولاد؟ مشطية. طب
تعالى معايا في اللي بعده. لو هنعمل احتراق شمع البرافين، التجربة بتاعته قال لك هنروح نجيب مع بعض شمعة برافين، وهنروح نجيب ناقوس زجاجي وعلبة أعواد ثقاب، وبعدين قال لك اشعل الشمعة بواسطة عود ثقاب. اشعل الشمعة بواسطة مين؟ عود ثقاب. ثم ضع الناقوس الزجاجي فوق الشمعة المشتعلة بإحكام. ثالثا راقب ما يحدث وسجل ملاحظاتك. راقب بقى اللي هيحصل وسجل الملاحظات بتاعتك. هتلاحظ وانت مغمض عينك بتنطفئ الشمعة بعد مرور عدة دقائق، وده حفظ، وبنستنتج من هنا يا ولاد تنطفئ الشمعة بسبب استهلاك غاز الأكسجين الموجود داخل الناقوس الزجاجي. وهنا نعرف ان الأكسجين عنصر أساسي في عملية الاحتراق. تعال للتجربة اللي بعدها، وهي نشاط يوضح ضغط الهواء الجوي. الأدوات هنروح نجيب بيضة مسلوقة متقشرة يعني، وقطعة ورق وزجاجة وعود ثقاب. وبعدين قال لي والله هنشعل قطعة الورق ثم نضعها في الزجاجة. سد فوهة الزجاجة بالبيضة أهو. هل تسقط البيضة في الزجاجة أثناء احتراق قطعة الورق أم بعد انطفائها؟ قال لي هنلاحظ هتسقط البيضة في الزجاجة بعد انطفاء قطعة الورق. وهنا نستنتج يا اخواتي ان الهواء الجوي ليه ضغط يستدل عليه من سقوط البيضة في الزجاجة بعد انطفاء مين؟ الورقة. صعب؟ عظيم قوي. تعالى يلا للتجربة الأخيرة واللي بعدها. بيقول لحضرتك هنعمل نشاط يوضح التفاعلات الطاردة للحرارة. الأدوات يا سيدي هنا عندي هنجيب حمض هيدروكلوريك مخفف، وهنجيب شريط مغنيسيوم، وهنجيب كوبان من البوليسترين، وهنجيب صاج زجاجية، وهنجيب ترمومتر معملي. طبعا حبة أدوات كتيرة شوية. الخطوات: ضع 50 ملي حمض هيدروكلوريك مخفف في كوب البوليسترين الداخلي. 2. سجل درجة الحرارة الابتدائية للتي 1 باستخدام الترمومتر. ماشي. 3. أغمر شريط المغنيسيوم في الحمض مع التقليب برفق بواسطة الساق الزجاجية. 4. قال لك سجل درجة الحرارة النهائية اللي هي T2 التي يصل إليها خليط مين؟ التفاعل. الملاحظة يا قلبي هنلاحظ إن درجة الحرارة النهائية T2 أكبر من درجة الحرارة الابتدائية T1، ونستنتج من هنا تتفاعل الفلزات النشطة مثل المغنيسيوم مع الأحماض، ويكون التفاعل مصحوب بانطلاق طاقة حرارية نسميها تفاعل طارد لمين؟ للأحرار. يبقى احنا كده عندنا اتفاق ان الفلزات النشطه زي المغنيسيوم بتتفاعل مع الاحماض المخففه، ولازم تكون عارف ان التفاعل ده دايما بيكون مصاحب لايه؟ لطاقه حراريه، وبنسميه تفاعل طارد للحراره. وبكده يا حبيب قلبي تقدر تذاكر الفيديو دوت، هم 10 دقايق بالكتير تلم فيهم العملي بتاعك وتروح وانت زي الشاطر تقفل الامتحان وتيجي يا بطل وتاخد احلى 4 درجات معاك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل الفيديو ده شير لزمايلك يتفرجوا عليه، عشان انت عارف الدال على الخير كفاعله بالظبط. يا ريت حضرتك تشيره لزمايلك عشان يستفادوا هما كمان، واشوفكم دايما بخير وفي احسن حال. سلام.